بسم الله الرحمن الرحيم لكل متابعي صفحة نادي الأقصر الرياضي وصفحة إعلام الغلابة عمرو الصاوي الدشناوي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. نحن متواجدين داخل غرفة مجلس إدارة العميد نادي الأقصر الرياضي، حيث يتواجد في هذه اللحظة التلميذ والأستاذ. ويعني التلميذ يتواجد على يمين الشاشة بالتأكيد، وهو أستاذنا الكبير كابتننا الكبير واستاذنا العظيم الدكتور عماد سمير، عميد كليه التربيه الرياضيه جامعه اسيوط، والمحاضر بالاتحادين المصري والاتحاد الافريقي لكره القدم. والتلميذ يتواجد صانع البطولات مع يعني انديه الاقصر المدينه المنوره ونادي الاقصر كابتن محمد عويس، يعني في حضور السيد المدير الفني لمنطقة الأقصر لكرة القدم، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الأقصر الرياضي كابتن أسامة عبد الراضي، وتاريخ كابتن عادل فخري المدير التنفيذي لمنطقة الأقصر لكرة القدم، وتواجد المدير التنفيذي لنادي الأقصر الرياضي أستاذ حجاج مرعي. على الهواء مباشرة الدكتور عماد سمير، أهلا وسهلا بحضرتك داخل ملعب يعني غرفة مجلس إدارة العميد نادي الأقصر الرياضي. تقول إيه النهارده على هذا اللقاء؟ أهلا بك كابتن عمرو، سعيد جدا بوجودي وسط أصدقائي وحبايبي وأهلي وناسي وبيتي اللي اتربيت فيه، يعني نادي الأقصر الرياضي ده بيتنا كلنا يعني. وسعيد جدا بوجود أويس يعني مدرب إن شاء الله، يعني حاجة جميلة جدا وعمل حراك ممتاز به. أول ما مسك المدينة في الممتاز به عمل حالة جميلة جدا، وما شاء الله عليه في نادي الأقصر وصعد، فحاجة مبشرة جدا وربنا يوفقه يا رب في اللي جاي إن شاء الله. كابتن محمد عويس، يعني التلميذ أمام الأستاذ، تقول لي إيه؟ والله يا كابتن عمرو، انا بشكر اليوم اللي انا جيت جمعت فيه مع دكتور عماد. جيت مخصوص النهارده عشان اسلم عليه. دكتور عماد، الناس ما تعرفوش ان انا لعبت معاه كلاعب كوره. لعبت سنه في الوالديه اللي كنا بننافس فيها، وكنا دايما بننافس البترول في السنه دي. ومين تاني كان في والجن. فالسنه دي عمري ما انساها. كنا دايما بناخد مكافاتنا من قناه مدن، لو تفتكر. تمام. السنه دي اتعلمت فيها الكثير صراحه، وفادتني كتير انا ومدرب. منها يعني في 3 حاجات اذكرهم كده من الدكتور عماد، عايز اقولهم لك بسرعه. نمره 1 الالتزام. ده يمكن في ناس في الدوره هنا كل اللي قابلني دكتور عماد شديد شويه مش عارف ايه، قلت لهم ده اللي انا اتعلمت منه. نمره 2 كنا بناخد 150 جنيه مرتب في الوالديه. دكتور عماد لما كان يجي يخصم، دي الحاجه اللي اتعلمتها منه برضه، كان يجي يخصم على التمرين 5 جنيه. فدي اللي اتعلمت ان انت بتخصم من اللعيب على قد اللي هو بياخده. تمام. زائد بقى الروح اللي الواحد اتعلمها منه في اداره المباراه على الخطوط. انا صراحه كان ما بيقعدش 90 دقيقه. ال 90 دقيقه ما بيقعدش من بدايه المباراه لاخر المباراه، ما بيقعدش ما شاء الله. الواحد اتعلم منه حاجات يعني عمري ما هنساها، فابتديت اطبقها في حياتي، والحمد لله اثرت على حياتي ان انا من النجاحات اللي عملتها الحمد لله. الفترات اللي عدت كنت بطبق منهم ال3 حاجات دول. فانا بشكر الدكتور عماد ان انا يعني استاذي ومدربي واخويا الكبير، اتعلمت منه واستفدت منه، وان انا بطبق في حياتي الحاجات دي. فبشكره تاني ان انا الحمد لله عرفت واحد زي كده ان انت تتعلم منه، زي الكابتن اسامه، زي الكابتن عادل. غير الناس اتعلمنا منهم كتير. فالدكتور عماد بالنسبه لي اخ ومدرب وحاجات كتيره الناس ما تعرفهاش بره الكوره عشان تبقوا عارفين يعني. فالحمد لله ان انا سعيد جدا ان انا شفته النهارده، والواحد بيستفاد منه لغايه ما يموت يعني بإذن الله. فبتمنى له التوفيق لي ولاولاده ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه. دكتور عماد، يعني أعتقد كلمات يعجز الوصف عنها بالتأكيد. يعني الوفاء يعني من التلميذ للأستاذ يعني. هروح بيك بس لحتة كده بعيدة. مجلس إدارة نادي الأقصر يقطع الطريق على الكل ويجدد الثقة في الكابتن محمد عويس مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. شايف الخطوة دي إيه من وجهة نظر الدكتور عماد سمير؟ الأول بس أقول لك أوز يعني أثنى عليها شوية، أزودها شوية عشان هو بيحبني بس، لكن هو الحقيقة إن أوز يعني ربنا يوفقه إن شاء الله. وده إحنا دايما بنسعى للكوادر، يعني هو كادر رائع لمحافظة الأقصر. وطبعا كان في مدربين سبقوه وهو بيواصل. طبعا كابتن اسامه ساعد بالاقصر اكتر من مره، وحاجه كانت مشرفه.
في الممتاز الف مع اسوان وفي هنا برضو الكابتن عادل ما تنساش تاريخه من افضل الفراوده اللي جت في تاريخ الصعيد مش في تاريخ الاقصر. فيعني عويس كمان كادر كمدرب، وده واحد بيفتخر ويسعى لما يلقى كادر من بلده، اولاد بلده ناجحين في المجال ومميزين في اي مجال رياضي. اما قرار نادي الاقصر قرار صائب جدا جدا ان هو يجدد الكابتن عويس، لان الكابتن عويس عمل طفره لما جه في نادي الاقصر وعمل حاله جميله وصعد بالفرقه الممتاز به. فشيء طبيعي لما تبقى في اداره فاهمه زي بقياده الكابتن رحمي والكابتن اسامه وهم الاثنين رياضيين وجميع الزملاء عشان ما ننساش حد، وبياخدوا القرار بعنايه ودراسه. فقرار صائب 100%، وان شاء الله باذن الله يكون الصعود حليفهم السنه، خاصة ان هو الابن الشرعي للكابتن اسامة عبد الراضي، ودي لا ننكرها تماما. يعني يحب عويس في اي مكان يتواجد فيه. على فكره كابتن اسامه بيحبه هو الكابتن عادل على فكرة. احنا بنتكلم، بص عايز اقول لك على حاجه معلش، احنا مش موضوع شخصي. الموضوع لو عويس مش كويس احنا مش هنتعامل مع عويس. لما عويس يعني هو اثبت، عويس ما اشتغلش في النادي قبل كده على فكره، ما اشتغلش غير في قطاع الناشئين. هو ابن النادي وهو طلع من النادي كناشئ وكلام زي كده، ولكن عويس اشتغل وقدم استمارة دخوله المجال بعيد عن النادي. احنا جبناه هو وناجح، جبنا عويس هو وناجح، فده يعتبر يعني حاجه كويسه. وبعدين خد بالك احنا ليه ما تكلمناش في حاجه غير عويس؟ عشان هو من بدري يدور على شغله، شوف شغله بدل اللي جاي. واحنا هنحاول كنادي الاقصر ومجلس اداره النادي ان هو يوفر البدايات الصح للكابتن عويس عشان هو يكون في نجاح. النجاح ده مش هيجي بسهوله، لا لازم يكون في استقرار. اول عوامل النجاح هو الاستقرار. فيعني الدكتور عماد طبعا قيمه بالنسبه لنا وقامه كبيره جدا. الراجل يعني احنا بنفتخر ان هو يعني هو موجود معانا هنا في نادي الاقصر، لان احنا يعني الدكتور عماد عايش في اسيوط وابن النادي، عمره ما نسي ان هو من ابناء الاقصر. في اي محفل من المحافل بيتكلم يقول لك انا قاعد في اسيوط وناس اسيوط لهم فضل عليا، ولكن الاقصر هي الام. فلما يكون عندي، وبعدين الدكتور عماد احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في عميد كليه تربيه رياضيه جامعه اسيوط. ده شيء يشرفنا كلنا ويرفع راسنا كلنا كابناء الاقصر، ابن من ابناء النادي، ابن من ابناء البلد، تمام؟ كل ده حاجات تخلينا نتشرف بالشخص اللي بنتكلم معاه، وجوده في النادي النهارده بنرحب بيه كلنا كمجلس اداره. والكابتن عادل فخري المدير التنفيذي طبعا شغل معمول كويس خالص الرخصه دي، وانا مبسوط بالقعده دي. واحنا مش بناخد سبق ولا حاجه، احنا الكلام ده قلناه بعد اسبوعين من الصعود عشان يكون في استقرار. الكابتن عويس موجود معنا، ده مش رايي انا شخصي، عشان ده رأي مجلس الإدارة بالكامل. رأي مجلس الاداره. هروح للتاريخ، يعني قصير مكير افضل مهاجم، يعني جه دايما متواجد. كابتننا الكبير المدير التنفيذي لمنطقه اقصر كره القدم كابتن عادل فخري، اقول لك احد ابناء الاقصر الابرار الاوفياء وللعميد نادي الاقصر. تقول لي النهارده في تواجد التلميذ والاستاذ وزميل الملاعب كابتن اسامه عبد الراضي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا بنرحب بسياده العميد الدكتور عماد سمير، عميد كليه التربيه الرياضيه جامعه اسيوط، ونائب المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم السابق، ومدير الفني للعديد من الانديه، واحد اللاعبين اللي طلع من نادي الاقصر. يعني الدكتور عماد طالع من نادي الاقصر، زي ما انا طالع من نادي الاقصر برضه الدكتور عماد لعب في النادي وادى للنادي كتير لحد ما تدرج في المناصب ووصل للمرحله اللي احنا بنفتخر بيه فيها، ان هو يكون احد اكبر اساتذه التعليم في جمهوريه مصر العربيه، عميد كليه التربيه الرياضيه جامعه اسيوط. وكابتن عادل فخري بصفتك المدير التنفيذي لمنطقة الأقصر لكرة القدم، النهاردة يعني الدكتور عماد سمير يعني صعد بعديد من الأندية، كابتن محمد عويس صعد بالعديد يعني بنادي الأقصر ونادي المدينة المنورة، كابتن عبد الرحيم سعد أيضا ابن نادي الأقصر الرياضي بيصعد بنادي قوس. إذا يعني نادي الأقصر الرياضي يقدم مدربين من أجل الصعود، أو تشوفها بإيه في منظومة نادي الأقصر؟ قبل الكلام ده كله كابتن عمرو، انا حابب اشكر مجلس اداره نادي الاقصر الرياضي، الحاج رحمه حجازي والكابتن اسامه على دعوتهم النهارده
يكون الشغل العملي للدوره سي اللي بتنظمها منطقه الدوره دي بتنظمها منطقه الاقصر كره القدم، يكون الشغل العملي على ملعب نادي الاقصر الرياضي. الملعب ده يعني معروف في جنوب الصعيد، يتلعب عليه ماتشات وماتشات مهمه جدا، يعني يتلعب عليه نهائي قبل نهائي كاس مصر. وان شاء الله هنشوف وحده تدريبيه النهارده المتدربين يستفادوا منيها باذن الله. يستفادوا من الدكتور عماد سمير. وطبعا مش بنسى اخويا الصغير حبيبي الكابتن عويس، مدير فني نادي الاقصر الرياضي واحد ابرز انجازات التدريب في الاقصر. وطبعا اخويا الكبير الكابتن اسامه عبد الراضي، نجم الصعيد ونجم الاقصر ونجم الدوري ممتاز ومدير فني صعد بالنادي اكثر من مره، حاليا نائب رئيس مجلس اداره نادي الاقصر الرياضي، بيعمل مجهود جبار في نادي الاقصر عشان من اجل التطوير وبيكون في طفره في الناحيه الرياضيه والنشء خاصه في نادي الاقصر الرياضي. وحبيبي طبعا روما واحمد اصغر عضو مجلس اداره جه النادي، يمكن انا كنت عضو مجلس اداره في النادي من 2000 ل 2012 3 دورات متتاليه، فسيبنا ناس ان شاء الله تكون يعني عند حسن ظن الجميع ان هي ترفع نادي الاقصر لفوق، ومنهم اللي بنستبشر بيهم الكابتن روما حجاجي. بالتالي بشكر نادي الاقصر، بشكر الكابتن اسامه على الدعوه النهارده، ان حاجه هتكون لاول مره تعمل، ان الشغل يكون عملي للمدربين عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل في الملعب. وده طبعا من فكر الدكتور عماد سمير المشرف العام على الدوره دي في الاقصر، وبنتمنى له التوفيق وبنقول له اهلا بيك في بيتك ومكانك، وانت منورنا واحنا بنفتخر بيك دايما، وان شاء الله دايما في اعلى المناصب باذن الله. شكرا جزيلا كابتن عادل فخر مدير التنفيذي لمنطقه الاقصر لكره القدم. يعني كابتن روما حجاج عضو مجلس اداره نادي الاقصر الرياضي، تواجد يعني المتدربين للحصول على الرخصه التدريبيه دي للاتحادين المصري والافريقي لكره القدم بتواجد الدكتور عماد سمير. تقول ايه؟ احنا ان شاء الله بنرحب بالدكتور عماد وبمنطقه الاقصر عندنا، واحنا تحت امر المنطقه في اي لحظه، واحنا عشمانين خير في الدورات دي طبعا عشان خاطر تخلق كوادر جديده من المدربين ان شاء الله، وان شاء الله يكون مستقبل لهم ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن روما حجاج عضو مجلس اداره نادي الاقصر الرياضي. يعني كابتن محمد عويس تقول ايه في الختام لهذا اللقاء؟ يعني كابتن فايلة انا بشكر على مجهودك الرائع كابتن عمرو، انت دايما متواجد. علقها يلا لا علقها على الصوت كده. بص يا عم بص في اي عرض على ثقتهم في اي عرض من الله الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن العرض اللي في النص، واتمنى من الله التوفيق ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا كابتن محمد عويس المدير الفني لنادي الاقصر الرياضي، شكرا جزيلا.